يا ولدي قد مات شهيدا. ما اعتقدش ان في حد ممكن يختلف على العندليب. عبد الحليم مدرسه ومحدش يقدر ينكر ده. عمل حالة كده في اغانيه اللي تقريبا اغلبها مربوط بالهوا. جانا الهوى جانا الهوى يا حبيبي الهوى هوايا. احساس فوق الوصف، معاناة اليتم والوحدة والمرض، رغم انه كان مشهور ونجم من اهم النجوم في الوطن العربي كله في الوقت ده، الا ان احساسه دايما بالوحدة كان ملازمه، وده هتلاحظه في اغلب اغانيه. مش في الكلام، ما كانش هو اللي بيكتب لنفسه، في ناس اختصاصهم الكتابة، بس انت تحس ان عبد الحليم حاسس دايما احساس كده مش مريح. عبد الحليم معبود الجماهير اللي بجد مش قادر اقول عليه حالة، لان الحالة بيبقى لها وقتها وبتنتهي، بس لو جبت سيرة الحالة مش هقول اكتر من انه في اي اغنية هتسمعها لعبد الحليم هتعيش معاه حالة لا توصف. هتحس الكلام اللي بيتقال. في ناس بتقارن ام كلثوم بعبد الحليم. ام كلثوم هي المسطره، نقطه الصفر، هي المدرسه اللي اسستها بنفسها، حطت حجر الاساس. صوره المطربه الانثى ظبطتها على مقاس البنت اللي جايه من الريف، وظبطتها على اخلاقها واحترامها لنفسها، على عكس الفنانات اللي كانت بتعمله عشان تظهر. ام كلثوم رسمت خط القصيده وخط في الاغنيه الوطنيه، ومش كده وبس، خطوط في العاطفيه، لعبت في كل المقامات. فعشان كده اي حد ممكن يغني لام كلثوم عشان هي القواعد والمدرسه. الفكره ان الست غامضه شويه، شويتين ثلاثه كده، ملهاش تسجيلات كتير ولا مقابلات، اكيد ليها يعني بس حاجات قليله قوي، وفي كذا لقاء كده بتلاقيها بتتلخبط كتير في الكلام. مش غلط يعني، ده مجرد توتر ومش اكتر. محدش يعرف صوتها بره الاغاني عامل ازاي، او طريقه كلامها عن حياتها الشخصيه بره النجوميه. ما اعتقدش كمان ان حد ممكن يتخيل ام كلثوم من غير النضاره. هي كده على بعضها براند كده بالنضاره، بالتركيبه الغامضه اللي محدش عارف هي مين دي. ام كلثوم على بعضها كاركتر كده مش مفهوم. بالنسبه لصوتها طبعا مفيش كلام، صوتها فيه جلال كده. الغموض اللي حوالين الست من وجهه نظري كان اكتر عامل ساعد في تكوين الست. فاكر طبعا جمله انا جايلك من طنطا. بس عبد الحليم كان ليه شأن تاني بقى. هو مميز، شاف كتير، هو تجربه انسانيه فيها مرارة اليتم والفقر والمرض وعذاب الحب اللي في اخر المطاف انتهى نهايه تعيسه. وكمان عانى قوي عشان يفضل ماسك في الشهره والفن، وفضل ماسك بايده واسنانه لانه لقى العوض عن كل اللي شافه في حياته. هو كان عايز يعيش حياه عاديه زي اي شاب صحته حلوه، بس ربك بيعوض برضه. الناس كانت بتحب حليم بطريقه ما تتوصفش. موته كان صدمه بكل المقاييس، كل الناس كانت زعلانه ومصدومه. اغنيه قراءة الفنجان لعبد الحليم مش هينفع خالص اي حد يغناها غير حليم. محدش هيبقى عنده نفس احساسه، محدش عارف وقتها هو كان حاسس بيه عشان يطلع الحاله دي. بص كده على وش حليم، عظم وشه باين وهو بيقول طريقك مسدود يا ولدي، وكانه بيحكي حالته هو، مش قصه او مجرد كلمات اغنيه بيغناها وخلاص. حليم حاسس كل كلمه بيقولها بجد. وبرضه كمثل الحال محدش يقدر يغني موعود معايا بالعذاب، لان هو نفسه كان موعود بالعذاب عشان نزيفه المستمر بسبب مرضه. عبد الحليم عمل 16 فيلم، نصهم كان بيقدم قصة حياته، وده اتعمل كتير عادي. عبد الحليم كان بيقدم قصة الصراع اللي كلنا متعودين عليها وشفناها كتير. شاب صوته حلو وفي الغالب يتيم، حلم يوصل للشهرة وينجح ويوصل صوته واحساسه للناس، وفي الفيلم بيقابل ناس بتساعده وبرضه بيقابل ناس بتحبطه وبتحاربه، بس في الاخر بيوصل بمساعدة الناس اللي وقفوا معاه، وبيبقى نجم مشهور ومطرقع كده ولامع. نوعية الافلام دي مش جديدة، ومكانتش اول مرة تحصل، عملها قبل كده محمد فوزي وفريد الأطرش، وفي الغالب كانت نفس الفكرة بالظبط مع اختلاف السيناريو يعني. بس هو ده اللي الفنان اللي صوته حلو هيقدمه في فيلم، يعني شيء متوقع قوي يعني. مش هينفع يطلع لك الفنان اللي انت بتحب تسمعه في دور ضابط شرطه مثلا، وخصوصا في اول ظهور ليه، والنوعيه دي لسه معانا لغايه دلوقتي. تامر حسني في فيلم نور عيني نفس الفكره، صوته حلو ويتيم برضه اهو، عادي نفس التركيب، وبيسعى انه يوصل لحلمه ويوصل صوته للناس، وفي طريقه بيقابل بنت الحلال ويحصل بينهم سرعات وحوارات وهكذا بقى. النوع ده من الافلام انا شخصيا بسميها افلام النجم، معتمد اعتماد اساسي على النجم في نجاحها. النجم بيكون ليه شعبيه وعنده جمهور كبير، بيعمل فيلم الناس اللي بتحب تسمعه تدخل تتفرج على الفيلم او المسلسل. المنتج اصلا بيكون ضامن ان الفيلم هيبيع ويبقى في الصداره، خلاص النجم له جمهوره. انت هتنتج فيلم بجمهور اصلا، ولازم فيلم النجم يكون في اغاني للنجم ده. لو هتحطه في الاعتبار ان الفيلم ممكن يخيش، الاغاني بتاعت النجم تفضل هي عادي بالنسبه للمشاهد. يعني هو اصلا المشاهد داخل يتفرج على الفيلم وفي نفس الوقت هيسمع صوت النجم اللي هو بيحبه عادي، يعني كده كده هيكمل الفيلم عشان يسمع صوت. نوعيه الافلام دي اسمها افلام تجاريه، تجاره يعني. المنتج بيحط فلوس في النجم عشان هو ده الترند الفتره دي، الناس بتسمعه، فبيستغل الموقف ويخلي الناس مش بس تسمعه، تتفرج عليه وتسمعه كمان. وعبد الحليم كان شاطر قوي يعني في افلامه، كان قاصد واخد باله من اغانيه وازاي يطلعها. هو عايز حاجه مش عاديه، ده تعاون مع اشهر مؤلفين في الوقت ده، محمد حمزه وحسين السيد وعبد الرحمن الابنودي، وملحنين ايه بقى ما اقولكش، عبد الوهاب وكمال الطويل وبليغ حمدي. وطبعا الفيلم مش هيكمل غير بالدور النسائي، بس انا مش هتكلم عنه النهارده عشان عملت عنه حلقه قبل كده هتظهر لك دلوقتي في الاي. وبيكون في فنانه بتشاركه قصه نجاحه، طبعا لها مواصفات خاصه كده. وحليم ما كانش بيبقى معاه في الفيلم اي فنانه وخلاص، ده حليم يا باشا. شاديه في اكتر من فيلم، فاتن حمامه في فيلمين، وماجده، واكتر من دول طبعا، وكلهم نجوم كبار. وعشان النجم لسه بادئ مشواره في السينما لازم يكون له صديق.
عبد الحليم مش هينفع يشيل بطوله لوحده، لازم يكون له دور مساند. وبالمناسبه هبقى اعمل حلقه عن الدور المساند بس مش دلوقتي. حليم دايما له صديق الكفاح كده في رحلته، ولازم صديق البطل السيناريو يفرض له دور كبير، مش مقتصر ان معاهم لازمه. ما هو في مشاهد هتكون في الفيلم النجم بتاعنا مش هيبقى متواجد فيها على طول يعني، ولازم واكيد بقى صديق البطل او الدور المساند يكون كوميدي على قد ما يقدر عشان يشيل معاه الدور ويلطف الجو. ما هو مش هينفع اشوف عبد الحليم قاعد بيهزر كل شويه كده، مش هيضحكني دايما. لو ده حصل هيبقى ساعتها بالنسبه لي مش حقيقي، مش هو ده اللي حسيته في اغانيه اصلا. كان اكتر واحد عمل دور صديق البطل او البطل المساند النجم عبد السلام النابلسي، بدمه الخفيف بتركيبته دي اللي كلنا بنحبها. عبد السلام النابلسي ظهر معاه في 5 افلام من اصل 16، رقم كبير برضه، وكان عامل جو حلو للنجم. هو ما يتصدقش انهم من سن بعض زي ما جه في افلامهم، في فرق سن سيد القاضي، بس قشطه الجو بتاع الفيلم لطيف وانا مبسوط. مسيره حليم في السينما ما كانتش كبيره قوي، هو كان ليه تاثير كبير قوي على السينما في وقته. ده ليه فيلمين متصنفين من احسن 100 فيلم مصري، الخطايا وابي فوق الشجره، بس حليم اتعرض عليه افلام وما اتنفذتش. ده فيلم الاختيار، مش ده بقول لك فيلم كان مفترض ان هو يبقى بتاع حليم بس هو مرضاش يعمله عشان الفيلم ما كانش فيه اغاني، فهو مرضاش بقى يعني وكده. وكان في كلام كده ان كان هيبقى في فيلم بيجمعوا بينه وبين سعاد حسني، الانسان اللي عبد الحليم حبها وعاشوا قصه حب من العرض تقيل، بس بتنتهي نهايه مأساويه يعني. ده كان هيبقى حوار لو كانوا عملوا الفيلم ده مع بعض. كان من المفترض ان هم يعملوا فيلم اسمه وتمضي الايام، مش اللي هو بتاع فريد شوقي، واحد تاني ملوش علاقه بده يعني. اتعرض الفيلم على سعاد حسني البطوله النسائيه واتوافق على طول، بس المخرج يوسف شاهين اللي هيخرج الفيلم طلب انه يعدل على السيناريو، بس لما حليم شاف التعديل ما عجبوش ولغى الفكره. وده لان عبد الحليم ملوش في السياسه ومش عايز يحتج باي حاجه لها علاقه بيها، وكان في الفيلم ده هيشاركوا ناس ما بيتقال ان هم شيوعيين، فهو مرضاش بقى. كنت تلاقي دايما عبد الحليم حاسس كده احاسيس كتير من حب وفراق ومرض ووفاء، صحاب، شهره، ده مثلا حاجه هو كتبها زي مذكرات، خواطر كده، فاهم؟ عبد الحليم عدى بحاجات كتير، كان عنده كتير يقوله فعلا بس الوقت ما سمحش للاسف. يمكن اكتر حاجه قادر انها تزعله كانت المرض. هو عوضا عن مرضه كان محبوب الى ابعد حد قوي يعني، ما كانش في حد يقول لك عبد الحليم حافظ مش كويس، مش هينفع تلاقي له اخصام خالص يعني حتى لو لقيت مش هينفع تصنفهم ان هم اخصام اصلا، فاهم؟ ممكن مثلا بيقولوا رايهم عادي بس مش هيبقى هجوم، فاهم؟ مفيش هجوم على عبد الحليم اساسا. بس هو ايه يا ترى سبب شهره عبد الحليم؟ يعني ده اكتر فنان يمكن في جيله السابق ولغايه دلوقتي اصلا مشهور ولسه مسمع، وينفع ان احنا نشغل اغانيه عادي، محدش يقول لك طف الاغنيه اصلا، فاهم؟ هو ما كانش مجرد اغنيه اللي تضرب وتعمل ضجه وخلاص، اغانيه مش اللي هي نجحت عشان اغنيه، اغانيه بتنجح عشان عبد الحليم اللي بيغنيها اصلا. وده ليه بقى؟ بص انا ممكن اقسمها لك لسببين. اول سبب اللي هو الرئيسي اللي من غيره ما كانش هيبقى موجود، السبب التاني اصلا. السبب الاول يا صاحبي ان المنافسه في الوقت ده قليله قوي، يعني مش زي دلوقتي كل يوم تلاقي فنان شكل طلع جديد. زمان الوضع كان مختلف خالص، ما كانش ينفع ان اي حد كده يعمل اغنيه عادي. يعني مثلا كتبت اغنيه وعندك مايك في البيت وجهاز كمبيوتر عليه كذا برنامج، تروح تسجل لنفسك وتنزل اغنيه يوتيوب او على اي بلاتفورم وخلاص، ممكن تضرب معاك والاغنيه تنجح. بس ساعتها انت مش هتذيع ولا نجمك هيبقى عالي، انت نجحت كاغنيه كده، نجحت كحاله يعني، واكيد في يوم من الايام ده هتروح، ده كده يعني. الكلام ده بقى كله ما كانش موجود زمان. انت لو صوتك حلو لازم يكون معاك فلوس عشان تجيب حد يكتب لك كلمات، وحد يلحن لك الكلمات، وحد تالت عشان يعمل لك مزيكا، مش بالكمبيوتر خالص، ده بتبقى فرقه بجد يعني، بالكمان والطبله والجيتار، بكل الالات اللازمه للانتاج الموسيقي دي. شوف الحاجه دي بس مكلفه قد ايه. انت مش بس بتأجر عده، انت بتأجر ناس وبتأجر لهم العده، والناس دول لازم يكونوا محترفين اصلا، وتحجز استوديو تسجل فيه الاغنيه، وبعد كده الاغنيه تنزل على شرايط ويطبع على الشرايط دي صوره او اسم الالبوم او اسم الاغنيه. شوف بتعدي على مراحل كتير قوي عشان تعمل اغنيه، بس الموضوع مش سهل خالص. او ممكن بقى يحصل معجزه ما وحد او منتج ما يتبناك انتاجيا، بس لازم طبعا يكون شايف فيك حاجه. هو مش هيستفيد حاجه منك دلوقتي بس قدام هيستفيد وهيعوض اللي هو دفعه ويكون كسبان كمان، وطبعا بيبقى في عقود يعني اكيد. ده بقى السبب اللي خلى ان مفيش منافسه تقريبا في حته انك يبقى في اغنيه جديده نازله من شاب جديد او فنان لسه بادئ طريقه، سهله شويه انها تظهر وسط الناس الكبار عادي يعني، الموضوع مش صعب. بس انت بقى ايه، لازم تعدي بكل اللي انا قلته لك في الاول ده، فاهم؟ وده اول عامل من عوامل، مش هقول لك نجاح لغايه دلوقتي، ده العامل المساهم في ظهور عبد الحليم حافظ بس. اما من عوامل نجاحه بره ان هو صوته حلو وحاسس الكلام اللي بيقوله مش زي اي حد تاني، بس عبد الحليم قصه يعني. هو عبد الحليم لما بتسمعه انت بتسمع كقصه مش كمغني. عبد الحليم فنان وصوته حلو بس عاش معاناه، فكل اغنيه هو تقريبا مر بيها بجد يعني، ده مش كلام بس. او في فيلم مثلا ممكن يعرض لك قصه حياته وان قد ايه هو مريض وممكن ما يكملش سنه ويموت، وان يوجعه اكتر من كون انه هيموت ان يا جدعان بعد ما الدنيا تضحك له يبقى مشهور ويعمل الحاجه اللي بيحبها ما يكملش الدنيا ويفارق، ولا الحب اللي ما كملش ويخلص على نهايه سودة غير مرضيه. حاجات كتير في مشوار العندليب تخليه قصه انت تتاثر بيها لما تسمعها، وكل اغنيه تسمعها بصوتها هتلمسك معانيها قوي عشان انت عارف هو عدى بايه. يعني مثلا لو خليت عبد الحليم يغني اغنيه يا دنيا هبعد وعيش وحداني بصوته، هصدق ان ده عبد الحليم عادي. يا دنيا هبعد وعيش مع حالي، دمعت عينيا دي كمان هيكون داني ويهني
كتير تخلي عشرة. وممكن احس الكلمات اكتر من الكروات، لان عبد الحليم المدرسه اللي اي حد هيجي بعده هيسقط فيها ومش هعرف يقربن منه، لانه عاش تجربه من وجهه نظري لا يتحملها بشر. وبس كده يا صاحبي، لو عجبك اللي بقدمه اعمل لايك وسبسكرايب يا عم وكومنت بالمره، مش هيجرى اي حاجه يعني. يلا صباحكم ومساءكم لذيذ.